مصر محتاجة تخصصات ايه علشان نبقى زي دول الخليج؟ لا، هي دول الخليج اشتغلت على المجالات التجارية بسبب ظروفها الاقتصادية وطفرة النفط. نعم. لكن خلينا لما تيجي قارن بتجارب دول كانت ضعيفة اقتصاديا وبقت زي مثلا سنغافورة، نعم. زي ماليزيا، زي كوريا الجنوبية. ازاي نعم. نبقى دول صناعية؟ ازاي نستفيد من القدرات البشرية اللي عندنا؟ ازاي نستفيد من العنصر البشري اللي عندنا؟ ازاي نستفيد من الامكانيات اللي موجودة عندنا؟ ازاي نستفيد من آلاف الكيلومترات الممتدة على البحر الأحمر والبحر المتوسط؟ ازاي نستفيد من البحيرات اللي عندنا؟ ازاي نستفيد من الارض الزراعيه اللي عندنا؟ احنا عندنا امكانيات جبارة. ازاي نستفيد من قدراتنا السياحيه والتاريخيه؟ لا، انت عندك قدرات جباره. هي القضيه ان انت ازاي توظف مواردك التوظيف الامثل. بس علشان ده يتم لازم تقفل الابواب الخلفيه وتشجع الدخول للابواب الرئيسيه، سواء بقى في مدارس، في زراعه حقيقيه، في مشروعات انتاجيه تحل مشاكل الاحتكارات والمحتكرين للسوق واللي بيحققوا منافع خاصه. لان انت زي ما انت شايف ازمه مصر، في ناس مالهاش علاقه بيها وبيك اصلا، في ناس عايشه مدلله رجلها في الميه وبتكسب ملايين يوميا من رزق ورزقك، وبتتاجر باقوتي وقوتك، ومخرجه لسانها ليا وليك وللبلد. نعم. ده محتاج يتعالج، ويحتاج يتعالج بكل قوه. ليه؟ سبب لان مفيش حد له دين على الدوله. يعني لا انا دين على الدوله ولا حضرتك دين على الدوله ولا في حد على الدين على الدوله المصريه. بلدي عايزه تطلع لقدام، اقم دوله القانون. مؤخرا ربنا اختار ليا طريق ان انا التحق بوظيفه في شركه كبيره موجوده في دوله الامارات. ف يعني عملت نيو جوب على الفيسبوك، كل الناس بالتوفيق يا سامح، ولو احتجت حاجه من الامارات انا موجود، وتعالى بيت اخوك فواز، وكل الحاجات الجميله بتاعت المصريين. وبعد كده لقوني موجود في الشارع. يا سامح، هو انت مش قلت انك رايح الامارات؟ قلت لهم يا جماعه اوريدي انا التحقت بشركه، ولكن شغلي ريموتلي هنا في مصر. انا بشتغل من هنا في مصر. صح. ده مش مصر بس، ده انا بشتغل وانا قاعد في بيتي. صح. ليه؟ لان انا عندي سكيلز، والسكيلز دي انا بنيتها على مدار يعني 40 سنه من حياتي. حاليا دلوقتي يا دكتور، الطلاب او خريج الجامعات لما بيروح اي انترفيو عشان يقدم على شغل، اي حد بيساله بيقول له انت بتعرف تعمل ايه؟ صح. الجامعات المصريه حاليا دلوقتي لا تؤهل لسوق العمل. صح. علشان كده بسال حضرتك، هل التعليم المصري الحالي هو مضيعه للوقت؟ انت اشرت لنقطه مهمه قوي، واتمنى انها توصل لكل شاب وشابه مصريه. نعم. انت تقدر تعمل دخل، لانه زي ما التكنولوجيا فرضت سلبيات لكن منحت فرص كبيره جدا لمن يغتنم تلك الفرص. نعم. انت تقدر تشتغل من اي مكان في العالم. نعم. وتقدر تكسب وبالحلال. بس فتش في نفسك، فتش في الفرص المتاحه على مواقع التواصل. مش كلها هلس، كلها كلام فارغ. زي ما حضرتك قلت، حضرتك هتشتغل من هنا وتؤدي رسالتك من هنا وتحقق دخل وانت هنا. انا كده. طب ما انا فضلت قبل ما اتولى المحافظه كنت شغال مع وزاره الاقتصاد والتخطيط السعوديه مستشار لبرنامج الامم المتحده للانماء، وراجع خطط التنميه وانا في مصر. نعم. والمرتب بيجي لي وانا في مصر. نعم. كتير من شبابنا النهارده بيعملوا برمجه، اللي هي البرامج الجديده لتطوير شركات. وهو في شركات هنا اخدك دلوقتي اوديك فيها شباب، بعشرات الشباب قاعدين في شقه، تقول دول بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا برامج وبتتباع في الخليج. عشان كده بقول لحضرتك فده عالم. فاللي انا عايز اقوله، نعم. التعليم في الجامعات المفروض يوفر المهارات الاساسيه، لكن لابد ان يكون مصحوب بتدريب وتاهيل على حرف اخرى. عشان كده ان انا اتمنى على سبيل المثال وانا في الجامعه اتعلم حرفه ازاي اصلح لمبه، ازاي اصلح. مش عيب ان انا كاستاذ في الحقوق او طالب في الحقوق ان انا ادرس كذا او اسعافات اوليه. نعم. ان انا اعلم الانسان يتعلم حاجه، بحيث ان انا طالع بالمؤهل بتاعي. الناس متخيله دايما ان انا طالما خدت مؤهل كذا يبقى لازم اشتغل كذا. لا، انا خدت المؤهل ده عشان ابني الدماغ ده. عايز اقول لحضرتك كان بيجيني طلاب خريجي اعلام علشان يتدربوا معانا، فلما بقيت ابص على المناهج بتاعتهم بلاقي مثلا في ماده المونتاج مكتوب فيه مقص، هي الحاجات اصلا بقى لها 50 سنه، ما عادش انتهت من زمان. خلاص. اقول له انسى المنهج بتاعك خالص وانسى الجامعه خالص وتعالى نتعلم. صح. الجديد ده اللي احنا محتاجينه. عشان كده بسال حضرتك، ما فيش شك ان في فجوه ما بين المؤسسات التعليم وسوق العمل، دي ادركها تماما. ده حقيقي. عشان كده بسال حضرتك، امتى نبدا مع اولادنا التعليم اللي يؤهلهم لفرص كويسه في سوق العمل؟ مش بس من الجامعه. انا عايز مرحله انا عايز مرحله عمريه. لا. على فكره الطفل حتى من الحضانه لازم اديله الفرصه انه اتعرف على مهاراته وموهبته. نعم. يعني مش مجرد ان انا احفظه مش عارف ايه من الحضانه. لا اصلا. وعشان كده اللي انا اتمناه، يعني انت لما تشوف لي تجربه كوريا وتجربه ماليزيا. نعم. وتجربه المانيا. نعم. احنا ارتكبنا جريمه كبرى. نعم. في فتره من الفترات يا سامح بيه. نعم. المدارس الابتدائيه في فتره من الفترات غزيت، وكان اللي بيدرس فيها فقط مش اقلال. نعم. اللي هم واخد دبلوم زراعه ودبلوم صناعي هو ده مدرس الابتدائي. نعم.
ده مكانه فني، ده مكانه يروح مصنع. لكن اخليهم دول اللي يدرسوا لمدارس الابتدائي هيطلع ايه؟ لا، دي كانت جريمه كبرى. بالعكس تشوف في المانيا ده لازم يكون اللي بيرايح يدرس للطالب بتاع اللي التاهيل اللي لسه بكون شخصيته وببني شخصيته يكون معاه ماجستير على الاقل. عشان كده انا عندي ماليزيا كده، ما هوش هم عملوا كده فعلا. ده انا عندي فرصه دلوقتي حمله الماجستير والدكتوراه هم بالالاف وبعشرات الالاف. مش بقول لك ان كلهم مميزين، اعمل اختبارات وانتقي منهم وليكن 50,000. نعم. ال50,000 دول اشتغل بيهم على اللي هم الجيل اللي طالع، واديهم احسن مرتب. نعم. هيطلع بقى امكانات ابن سامح وابن رضا اللي لسه طالع، هيطلع قدرات، هينمي قدرات. شايف الولد ده قادر على انه بيركب حاجات، اكبرها جواه. مش هقول له ايه بدل العك اللي انت بتعمله ونفضل نخبط في العيال اديك بتشوف في احصائيه اتعملت على الشهادات العلميه اللي بتخرج من جامعه في مصر، مش عايز اذكر اسمها، هي جامعه حكوميه. لقينا ان العدد اللي بتطلعه الجامعات دي على مدار السنه بما يعادل الرسائل العلميه اللي بتخرج من جامعات امريكا. صح. جامعه واحده بس. اي دي معنى مشكله كده ان احنا بنطلع حاجات يا فندم. دي مشكله كبيره جدا، فكره الاسهال، وانا اسف في التعبير. نعم. في الدرجات العلميه والشهادات العلميه، لان احنا وصلنا في مرحله ان انت لا تحترم رضا الا لما يكون لك انا الدكتور رضا، أنا الدكتور، او انا المستشار فلان، او انا اللواء فلان. انا بكلمك بصراحه اهو. ده حقيقي. طول ما احنا يا باشا، ما احنا عشنا بره، احنا عندنا ازمه نفسيه، احنا محتاجين نتعالج. مشكلتنا النفسيه، احنا محتاجين علاج والله. ندخل ولادنا مدارس حكوميه ولا مدارس لا، انا عايز بس اخلص النقطه دي. انا عايز احترمك لشخصك، صح، لعلمك، لرسالتك. لما اشوفك بتأدي رسالتك كعامل اقدرك، لما اشوفك في المصنع بتؤدي رسالتك اقدمك كنموذج. مش ان احنا نقول ده لازم يكون مش عارف كذا. ما احنا دخلنا في ازمه كبرى. يوم ما هنحط كل شيء في مكانه ونقدر التقدير السليم على اسس سليمه، بلدنا هتتقدم. الاخلاق. احنا محتاجين اخلاق، ازمتنا ازمه اخلاق. احنا دخلنا في ازمه كبرى. حضرتك لما الكعبه بداوا ان هم عايزين يجددوها في قبل الرساله ما تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، هم كانوا خايفين، علشان خايفين من القصه بتاعت ابرهه، ان احنا هنبدا نهد الكعبه ونبنيها من جديد فيحصل لنا المشكله دي. صحيح. ولكن مش دي المشكله اللي واجهتهم بس، لانه واجههم مشكله في التمويل. عايزين يعملوا تمويل للكعبه بفلوس حلال. صحيح. وقتها ابي سفيان طبعا هو راجل تاجر ومعاه فلوس كتير جدا، بس مش عايز يحط من فلوس التجاره بتاعته دي في بناء الكعبه. فوقفوا على الباب، محتاجين نعمل الباب بتاع الكعبه يا جماعه. راح اشترى باب او اشترى خشب لسفينه كانت موجوده غرقانه في مكه بفلوس حلال جدا على شاطئ ابو سفيان. المشركين. أيوة. اللي ما كانش عندهم دين. أيوة. كان عندهم اخلاق. ما هو يمكن عشان كده انا كنت في فتره من فترات عملت فيديو اعتذاري لكفار قريش. فاكر الفيديو ده؟ حصل. ده انت لما ترجع للناس دي كان عندها منظومه. تشوف هم غير مؤمنين بالله. نعم. ومشركين بالله، لكن تحكمهم قيم. نعم. ما يضربكش في ظهرك. نعم. ما يدخلش بيتك وانت مش موجود. نعم. ما يدخلش الساعه 2 بالليل ويكسر ويفعص في اللي موجودين ويشيل ويحط. صح. فاكر انت لما موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم والهجره؟ لا. صح. احنا عندنا ازمه اخلاق، وانا بشكرك على النقطه دي. نعم. ان كل واحد فينا استباح لنفسه ان يخوض في عرضك. نعم. ان يخوض في بيتك. شوف اهو، وابو جهل واقف وجاب كل شباب مكه والتفوا حول بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ليله الهجره. نعم. لما جه شاب منهم قال له يعني لما لا ندخل البيت وناتي براس محمد. نعم. قال له ويحك، اتريد ان يقول العرب اننا هتكنا ستر بنات محمد؟ نعم. ده حقيقي. كفار. الاخلاق. الكفار. اعتذار لكفار قريش. ده انا بقولها لك بكل صراحه. شوف الناس دول عملوا ايه. عشان كده احنا محتاجين نستعيد انسانيتنا مره اخرى.